السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم السمك المقلي ورز الصيادية بطريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، وهتشوفوا السمكة ازاي هتبقى مقرمشة من بره ومن جوه طرية وجميلة جدا. يلا معايا ونشوف هنعملها ازاي السمك البلطي الجميل ده. انا معايا هنا سمك بلطي، انا بجيب بالعدد بصراحة، اللي عايز يجيب كل واحد بالعدد اللي هو عايزه، انا بجيب بعددنا. خلاص، انا معايا هنا زي ما انتم شايفين السمك البلطي غسلاه غسيل كويس جدا ومنضفاه من القلب، وعامله له فتحات زي ما انتم شايفينه كده. بصوا معايا هنا المقادير بقى: توم مفروم، ديت بهارات سمك، بتروح عند العطار بتقول عايزه بهارات سمك، بس خلي بالك احيانا بيكون فيها ملح، فخلي بالك من حته الملح. هنا طبعا الكمون، لا غنى عن الكمون في السمك، وده جنزبيل باودر او زنجبيل زي ما بتقولوا. خلاص، ومعايا طبعا عصير ليمون، ده اهم حاجه، والملح معايا وكركم. خلاص، طيب هنعمل ايه؟ هحط هنا الثوم، هنقلب كل بقى الخليط ده مع بعض. الثوم المفروم، بهارات السمك برضو يا جماعه خلي بالكم من موضوع الملح، البهارات السمك احيانا بيكون عليها ملح، والجنزبيل والكمون. حط الكركم رشه بسيطه كده، والعصير الليمون. الملح طبعا هنعمل حسابنا زي ما احنا قلنا، شايفين حطيت حاجه بسيطه لان فعلا الخلطه اللي انا جايباها كان فيها ملح. هنقلبها لحد ما تبقى عامله زي المعجون كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بهارات السمك اللي هي من عند العطار دي جميله جدا، اللي عايز يجيبها يجيبها، اللي مش عايز يجيبها مش مشكله خالص. كنت تحطي بدلها بقى البهارات اللي انا حطيتها ديت، ومعاها بقى البابريكا وتوم باودر بصل باودر. هنا شايفين السمكية من القلب عامله ازاي؟ بصوا المنظر، نظيفه جدا، غسلها بالملح والليمون، دعكها كويس بالملح والليمون، وبعدين شطفتها الشطفه حلو. هنا بقى هنتبلها من القلب، وتبلتها طبعا من الفتحات دي كمان عشان تبقى متبله من كل حاجه، من جميع النواحي يعني. هنعمل السمك بنفس الطريقه، كله بنفس الطريقه دي. انا عايزه اقول لكم السمك لما بتغسلوه بتدعكوه قوي، بتغسلوه كويس جدا بالميه، وبعدين تدعكوه بالملح والليمون، وتسيبوه بتاع دقيقتين 2 بس كده في الملح والليمون، وبعدين تشطفوه شطفه حلوه. مش هتحسوا ان انتوا عندكم سمك في البيت نهائي، مش هتلاقي له ريحه خالص بصراحه. وانا في القشر بتاع الليمون احيانا بحطه في الزيت وانا بقلي. خلاص، يلا بينا بقى نعمل الدقيق اللي هنعمل فيه اللي هنبدر فيه السمك. معايا هنا بقى كوبايه من الدقيق، عليها ربع كوبايه من النشا او معلقتين 2 كبار. المعلقتين الكبار النشا دول اولا بيخلي السمك مقرمش، ثانيا بيخلي الزيت ما بيتحرقش. الزيت بتاع السمك هتشوفوا الزيت دلوقتي مش هيسود خالص، على الرغم من كده انا برميه، يعني بخلص وبرميه بصراحه. وبحط رشه كركم، وبقلب زي ما انتم شايفين. ما حطيتش انا بقى توابل ولا اي حاجه خالص، السمك اصلا متبل. قلب بالمنظر ده. تمام كده، هنمسك السمك بقى نتبله، نبدره بالدقيق كده واحده واحده. طبعا يا جماعه اللي عايز يعمل جلدة السمكه من بره زي ما انا كنت عامله في الجمبري، يبقى مقرمش زي كنتاكي، زي قرمشه كنتاكي، طبعا بناخد نص الدقيق ده ونحط عليه شويه ميه ونقلبه، يبقى عجينه كده عامله زي بتاعه القطايف كده، او حاجه اخف شويه. وبعد ما نبدره بالدقيق بنزله في العجينه دي، وننزله على طول فين؟ على نقلي.
شايفين ادي السمك اهو. الزيت زيت نضيف طبعا. استنى لما بيسخن واقوم حاطه الايه السمك ونقلبه. طبعا لما نلاقيه حمر من ناحيه بنقلبه على الناحيه التانية. شايفين لون السمك من الكركم. عايزه اقول لكم انتوا لو سامعين الصوت، طبعا بقول لكم دايما ان انا بقفل الصوت عشان الوش. كنت سمعتوا قرمشه السمك وانا بقلبه، جميل جدا. طبعا تحفه. شايفين لون الزيت؟ لون الزيت فضل كده لاخر قطره. معايا هنا السمك خلص. شايفين منظر السمك؟ ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه يا جماعه والله العظيم. نيجي بقى هنعمل مع بعض الرز. معايا هنا حطيت البصله. انا خدت من الزيت بتاع السمك، الزيت بتاع السمك باخد منه شويه على حته من الزبده او السمن اللي انتوا بتستعملوه واعمله، بيخلي طعم الرز حلو قوي زيت السمك. وطبعا لو عندك شوربه سمك هتستعمليها. بخلص البصل لحد ما تحمر تبقى لونها بني. هنا معايا في الناحيه التانية على الطاسه الصغننه دي حاطه معلقه سكر ومع معلقه كبيره من السكر مع معلقه من الميه، واسيبها تتكرمل يبقى لونها بني عشان هحطها على الايه على البصله. هنا خلاص شايفين البصله بقى لونها ايه. نزلت بقى هنا بورق اللورة والحبهان والقرنفل والقرفه ومعلقتين من الصلصه او معجون الطماطم او معلقه واحده على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وهنا بقى شايفين السكر كرمل وبقى عامل ازاي. السكر ده بقى بيعمل تست حلوه قوي 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 للرز. ورز الخلطه لو تفتكروا رز الخلطه انا كنت عامله نفس الحكايه دي، كنت مكرمله له الايه السكر، بدل ما احط سكر ني بكرمله. دي طبعا شويه من الكمون مكعب مرق. ناس كتير بيقولوا انتي بتحطي كل حاجه بتحطي فيها مكعب مرق. انا بحب مرق الدجاج، بتخلي طعم حلو قوي قوي الاكل وخصوصا للملوخيه. هنزل بقى بالميه. انا طبعا عشان هعمل رز بسمتي ما كانش فيه رز مصري، هو المفروض الصياديه انا بعمله برز مصري وعاملاه قبل كده، لو تشوفوا الفيديوهات القديمه عاملاه برز مصري. انما المره دي حبيت اجرب الرز البسمتي فيه، بس مش عايزه اقول لكم كان طعمه خطير جدا جدا جدا. انا حطيت طبعا 3 كوبايات من الميه لان انا حاطه 1.5 كوبايه من الرز. هنا الملح وبقلب واسيب الموضوع ده بقى يغلي. وبعد ما يغلي بنزل بالرز اللي انا كنت غسلاه وكنت نقعاه شويه. طبعا الرز فيه رز انواع، في رز بيتنقع اللي هو بيتنقع ده اللي هو الرز النضيف، بتنقعيه شويه بتاع ربع ساعه. انما لو رز من اللي هو المصفر ده يا دوب بتغسليه وتستعمليه عادي زي الرز العادي. خلاص هنسيبه بقى لما يستوي. هنا معايا الرز. شايفين انا مش عايزه اقول لكم رز مفلفل حبايه جنب حبايه، مفيش حبايه لازقه في التانية. طبعا انا كان عندي هنا طبعا شويه من المكسرات، ده كاجو انا مشوحاه كده محمصاه طبعا، وزبيب. طبعا اللي عنده سوداني يحط، اللي ما بيحبش المكسرات خالص ما تحطوش خالص، بس انا بحب المكسرات على الرز ده بصراحه. الرز البسمتي عموما انا بحب احط عليه مكسرات. هنا بقى الزبيب طبعا قبل ما تشوحيه كده بتبقي نقعاه او بتبقوا نقعينه في ميه مغليه. بجيب كوبايه او طبق احط فيه شويه ميه مغليه واحط فيه الزبيب عشان الحبايه تتنفخ كده. طبعا هي سخنه، انا ماسكاها بالعافيه على فكره. الزبيب سخن جدا لان بعد ما شلته من الميه وصفيته خدته تشويحه كده يعني. طبعا الرخامه نظيفه يا جماعه، اللي بيقول انت بتشيلي الزبيبه وتحطيها تاني، الرخامه نظيفه جدا. طبعا لما بعمل الاكل لازم تكون الحاجه كلها نظيفه قدامك. رائع. حلو كده. طبعا جنب الرز ده وجنب السمك هعمل سلطه بلدي بحبها جنب السمك بصراحه والرز، ولو في شوربه بحط شوربه. هنا خلصت الاكله. شايفين المنظر؟
دي سلطة بلدي بقى مع السمك مع الرز، حاجة كده خرافة. طبعا عملت معاكم شوربة السي فود قبل كده، فطبعا ما كانش فيه شوربة ما كانش فيه اطباق السي فود المرة دي، فما عملت لهمش الشوربة. اتمنى فيديو النهارده بقى يكون عجبكم، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم من كل جديد. شكرا على حسن متابعتكم ليا.